أزول نون تنمير نون طاس اسمع أيتما. تحية طيبة وشكرا للجميع. لحت واحد الفيديو في تيك توك طبعا، واحد السيد كيهضر على تيرودان، وبحال بغا يانسيتي السلطات باش تنهض بهاد المدينة التاريخية العريقة. مدينة كانت قبل الإسلام، مدينة كانت عاصمة ديال السعديين، مدينة يعني اللي كتمثل الإقليم قداش بكل المآثير ديالها، بالبناء ديالها، بالجغرافية ديالها، بالدور ديالها الاقتصادي القديم، بالدور ديالها الاقتصادي الآن خاص الفلاحي، والدور السياحي ديالها إلى غير ذلك من الأدوار اللي كتلعبها كل مدينة بالمغرب بدون استثناء. كيدوي على أنها علاش ما يكونش فيها القطار بين أكادير، ربط بين أكادير وتيرودانت إلى غير ذلك، كأيها مدينة اللي كتنتمي للوطن ديالنا. حتى لهنا مزيان، الإنسان كيهضر على واحد المدينة عريقة جدا. ولكن شنو هو الغريب؟ الغريب هو شي وحدين، شي ناس اللي ما كيقراوش ما كيقراو حتى حاجه، ناس عندهم واحد التمثل، ما عرفت واش التمثل على دوك السكان اللي تما، واش التمثل فارغ، تمثل ما عنده حتى شي اساس. كيقول واخصها غير التران، واخصها غير التران، ولا كيقول بلا 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 كده. اش كتضحك؟ اشنو هو الهدف ديالك من الضحك ومن ما خصها غير القطار ولا خصها غير التران؟ سير وليدي وبنتي، سير تقرا وسير تقرا، وخلي عندك هاد التمييز الجغرافي. ما نهضروا على التمييز البشري والتمييز السكاني، انا كندير دابا على المدينه. كيفاش انت مغربي كتهضر وكتكون لا رياكسيون ديالك استهزائيه على مدينه انت ما عارف عليها والو ولا ساكن فيها رغم انفك؟ هذه وحده منهم، ان انك ما عارف عليها والو، ساكن فيها ولا ساكن فيها رغم انفك، واخا ساكن فيها ما عارف عليها والو. نتمنى المغاربه يحاولوا، كنعممش انا، شي وحدين منين يبغيو يعبروا في هاد الفضاءات ديال التواصل الاجتماعي، يضربوا حسبه بان ناس اخرين راه عايشين في هذيك البلاصه، وبان ديك البلاد عزيزه عليهم، وعندهم روابط عاطفيه وتاريخيه وثقافيه في هذيك البلاد. إذا هاد المدينه تهمشات ولا الوتيره ديال التنميه ديالها والتطور ديالها ماشي هو هذاك، راه الهضره ما خصهاش تكون بحال هكا. بالعكس، خص يكون عندهم موقف سياسي، موقف وطني، باش ندويو على ما يسمى بديك العداله المجاليه، باش كاع المدن المغربيه تمشي بسرعه واحده، باش كاع المغاربه يستافدوا. واحد خارج قال لك اش غدير بالقطار؟ حتى القطار انت كتصنع فيه انت هو اللي حطيتيه. اش غدير بالقطار انت تيرودانت؟ اش غدير بيك؟ والمغرب اش غيدير بيك؟ ما عندك موقف منحط لا اخلاقي من مدينه عريقه. كنقول عريقه علاش؟ لان مدينه امازيغيه بامتياز تبنات قبل ما يجي الغزو العربي بين قوسين الاسلامي. اذا منين تبغي تهضر وزن كلامك وعرف
بان اي حاجه تقولها راه عندها وقع على ناس اخرين اللي عايشين تما. ولا كنتي مغربي حر خاصك تغير على اي منطقه في هاد البلاد وتدوي عليها وتناضل من اجل انها تكون حتى هي مستفيده من اي تطور. وتقدر تلقى من هادو اللي كيهضروا على التلفزيون بواحد الشكل، بهذا الشكل هذا الغير مقبول والغير اخلاقي والغير وطني، تلقاه كيدافع على مدن شرقيه، يقدر كيدافع ويعرف عليها كلشي، يقدر يعرف على غزه التفاصيل ديالها، يقدر يعرف على دمشق الشوارع والازقه ديالها ويدافع عليها رغم ان بعيده عليها وتلقى ما عمرو مشى ليها، غير كيدافع عليها مما عاطفيا لان هاد الشرق ساكن بعض الزعماء وبعض الناس اللي متحكمين في الخطابات العيانه، وكتلقى من القدس كيعرف فيها كلشي لا والو. القدس وداك المسجد الاقصى داك الزليج وداك الزخرفه اللي كاينين يقدر يهضر عليها ويقرا عليها ويمات يقول لك كلشي، ولكن ما كتهضر على التارودات ولا كتهضر على ورزازات ولا كتهضر على تيزنيت كيبدا يحنقز داك التحنقيز العيان وداك التحنقيز الخاوي. راه خاصكم تكونوا شويه مغاربه، غير شويه، وترجعوا الارض ديالكم وتقراو على بلادكم وتدافعوا على بلادكم باش ما كان، واخا تكون هاد البلاد مدقدقه بلادي هادي، لان المغاربه راه تلقى واحد عايش في واحد البلاصه انت كتبان لك عيانه مدقدقه ولكن هو عاجباه ومرتبط بها عاطفيا ثقافيا حضاريا، متشبت بها ما تحيدش لا انت لا اي واحد، واخا تبان لك كيما بغيتي انت ساكن في كازا ولا الرباط كتبان لك مثلا زاكوره ولا كتبان لك تارودانت ولا شي بوعرفه كتبان لك والله ما نجلس تما، انت ما تجلسش تما، بحال انت اللي باني الدار البيضاء، بحال انت اللي حط الاساس ديال الدار البيضاء والرباط واكادير غير ذلك. انت ما كتختارش فين تزدتي في واحد البلاصه راك تزدتي فيها، هاجر باك البلاصه على قبل ما عيش راه غادي مشاو الناس من سوج جاو للدار البيضاء جابك معاه، اذا هذا اللي يعني بانك انت اللي اختاريتي التوجه ديالك ولا الزياد ديالك ولا مكان الزياد ديالك ولا الاسم ديالك. نتمنى ان هذه الرساله توصل لبعض الى عندهم هذا باش كيفيتو، الا ما عندوش راه التاريخ ما كيتسناكش لا انت لا غيرك. ومدينه تارودانت وكاع المدن اللي تهمشات لاسباب متعدده راه غتنهض بالاكتاف ديال الابناء ديالها والبنات ديالها والشباب ديالها والشابات ديالها مستقبلا. اذا المغربي كون ديمقراطي في الهضره ديالك وكون محترم في ردود الفعل ديالك وما تبقاش غتزروط وتكور وتعطي العوار يوزنون تنمرت نوطاس ارتك تنفتنا وكشنا. تحية طيبة وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، وأزول ولن نزول البتة.